لسه مكملين اعزائي المشاهدين من داخل الاحتفاليه الايفنت، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي برئيسه مجلس اداره امل وهي الاستاذه امل محمود. اهلا وسهلا بك يا استاذه امل. اهلا بيك يا فندم. انا طبعا رئيس مجلس اداره. بنفسك؟ انا امل محمود رئيس مجلس اداره الامل كيل لرعايه المسنين ومرضى الزهايمر. طبعا انا مبسوطه جدا جدا ان انا في توب ايفنت المهرجان العالمي اللي بيكرم الاطفال الجميله اللي هي يعني مستقبل لاي حد، وان شاء الله يعني انا مبسوطه ان انا راعي رسمي في المهرجان وكل الدعم للاطفال. احنا مبسوطين بيك النهارده، والاطفال اللي هم مصابين اللي هم الحروق، طبعا مؤسسه المصابين بالحروق وذو الهمم كانوا مبسوطين وهم بيتصوروا معاك. انا شايف فرحتهم النهارده. انا مبسوطه طبعا، وانا مبسوطه جدا، ويعني الاحتضان ده حاجه كويسه، وان انت تحتوي ويكون عندك صبر للفئه دي مهمه جدا، يعني لانك انت ارحموهم الاول. الرحمه دي مهمه. الف مبروك. طبعا نسينا شرف حضرتك. ما اقدرش، انت رئيس مجلس اداره يا فندم. وطبعا بتكلم عن موضوع المسنين ده. موضوع المسنين ده مهم جدا. احيانا بيبقى في بعض الاهل بيكونوا بيقولوا ازاي نروح نوديهم مراكز مسنين واحنا مش قادرين. بالعكس، انت ممكن تلاقي الرعايه الكامله المتكامله في دار المسنين، بس تحت متابعه الاهل. اجراء كده بسيط كده للمواطن اللي لما يجي يقدم، يعني ازاي يقدم عندنا؟ يقدم طبعا بالبطاقه بتاعه والده المسؤول عنه. ما ينفعش المريض نفسه اللي يجي يقول انا عاوز ادخل الدار، علشان طبعا غير مسؤول عن نفسه، لانه طبعا فرضنا دلوقتي حصل له اي حاجه هيكون على مين؟ فطبعا مش عيب ولا حرام ان هو يوديه مركز رعايه، بس يكون تحت متابعه ورقابه الاهل. هدفك اللي جاي ان شاء الله الفتره القادمه؟ ان انا اكبر واطور من المؤسسه عندي ان شاء الله، واقدر على قد ما اقدر ان انا اخدم المسنين، لان دولت حاجه فوق راسنا يعني، واحنا بنعمل. انا بكون سعيده ومبسوطه وانا معاهم. بالمناسبه ان هم حضرتك سعيده ومبسوطه وهم كمان سعداء بيك النهارده، ايه اللي لفت انتباهك في الاجواء الجميله النهارده؟ الاطفال اهم حاجه طبعا. طبعا دايما متالقه يا فندم، والف مبروك في الايفنت النهارده من التكريم الجميل، وقبال السيزون الجاي ان شاء الله برضو. انا سعدت جدا يعني والله. وانا كمان يا فندم. نعم، المهرجان ان شاء الله.